فيلمنا بيبدأ مع هيونج واللي بيكون شغال في دايرة السمك وبيكون معاه صاحبه سمعة، وبعد ما بيخلصوا الشغل بيتصل بيه التاجر اللي هيونج بيشتري منه السمك. والتاجر المرة دي بيعرض عليه فكرة مشروع جامدة جدا وهتكسر الأسواق، وهي عبارة عن صفقة الجمبري الملكي واللي بيكون حجمه كبير، وده بيخليه مطلوب جدا في السوق. وبيتشجع هيونج وبيطلع الفلوس، ولكن سمعة صاحبه بيقول له انت واثق من الراجل ده علشان شكله كده نصاب. بيرد هيونج وبيقول له خليها على الله وادينا بنجرب، وبيروح يدفع للتاجر عربون للشغل الجديد واللي هيستلم الشحنة اول ما السفينة توصل. وبعد ما هيونج بيخلص شغل بيعدي على مراته علشان يروحوا، واثناء ما هما في الطريق بيلمح ليها هيونج بفكرة مشروع الجمبري الملكي، ولكنها بتقول له بطل خيابة يا عم هيونج وكل عيش اخويا وخلينا نسدد الديون اللي بقت متلتلة علينا. وبنروح لعصابة راكو وهم بيهجموا على شقة راجل عجوز علشان بيكون عليه ديون كتير، وبيكون راكو عاوز يقتله في الحمام بس بطريقة تبين ان هو اتزحلق ووقع على دماغه. ولكن في الوقت ده بنت الراجل بتوصل البيت وبيعجب بيها راكو جدا اول ما بيشوفها، وده اللي بيخليه يسيب الراجل وياخد البنت مقابل الفلوس اللي عليه. وبيحطوا البنت في العربية وبالسلامة انت يا ابو رحاب. ولكن لاجل حظهم الوحش ان السواق ما بياخدش باله وبيخبط في عربية هيونج، وطبعا هيونج بيكون مخنوق لان مراته كانت لسه عطيال فيه النصيب. فبينزل الراجل وبيقول له ايه يا عمنا اللي انت عملته في العربية دي لسه عليها اقساط. ولكن السواق بكل برود بيطلع له فلوس وبيقول له معلش يا كبير خد الفلوس دي مني كتعويض. وراكو هنا بيحاول ان هو يخفي البنت علشان محدش يشوفها ويقطع عليهم، ولكن هيونج بيقول له انا مش عاوز فلوس، انزل حل معايا يا زميلي علشان خاطر لازم نعمل محضر وقتي. فالراجل بيطلع فلوس زيادة وبيقول له يا عم حصل خير. وفي الوقت ده بتشوفهم سيون وبتنزل متعصبة وبتقول للسواق فلوس يا ابو فلوس انزل شوف العربية اخويا اللي انت بوظتها. وفي الوقت ده راكو بيتعصب وبينزل من العربية وبيضرب السواق شوية قلمة وبيقول ليونج معلش يا هيونج عيل وغلط اخويا ومشي الدنيا علشان مراتك الحلوة دي. وهيونج في الوقت ده بيحس ان الراجل ده مش مظبوط، خصوصا ان هو بيفضل يدقق مع سيون فبياخد مراته وبيمشي. ولكن راكو بيفضل يرعش له بالنور وفجأة بيفرك عليه وبينطلق بأقصى سرعة. تاني يوم بيروح هيونج للمدير بتاعه علشان يقبض مرتبه اللي بقاله شهور ما قبضهوش، وبيطلب منه مبلغ علشان عنده مصلحة كده لازم يقضيها. ولكن صاحب الشغل بيديله جزء من الفلوس، وده طبعا بعد ما اداله كلمتين في جنابه. وبيعدي شهر والسمعة بيقول له هي المركب اتأخرت ليه يا كبير لا يكون اتضحك علينا ولا حاجة. فبيقول له هيونج والنبي اخويا سمعة خلي كلامك خفيف. وعلى كلامهم بيرن التليفون وبيقول له التاجر ان قبطان السفينة خد مسار غلط، وبدل ما يجي على كوريا المركب راحت الصين والموضوع هيطول شوية، وقام قافل في وشه السكة. وبنروح لمرات هيونج وهي بتقعد مع المحامية لان بيكون في قرار باخلاء الشقة بتاعتهم لان عليهم ديون كتير، ده غير الايجار اللي بقاله ياما ما اتدفعش. وبتكون سيون حزينة جدا بسبب اللي سمعته، وبيبعت لها هيونج رسالة ان هو عازمها النهاردة على العشاء. وبتوصل سيون وبتلاقي هيونج مستنيها ومجهز لها طبق من الجمبري الملكي. ولكن سيون بتقول له يا عم انت في ايه ولا في ايه، ما كنا احنا اولى بالفلوس دي. ولكن هيونج بيقع بلسانه وبيقول لها ان شاء الله اول ما المركب توصل كل الامور هتتعدل. فبتستغرب من كلامه هنا سيون، وهنا بيعترف لها هيونج ان هو دخل في مشروع الجمبري الملكي. وبتتصدم هيون لما بتعرف ان هيونج دفع كل اللي حيلتهم في الجمبري. وبيحاول هيونج ان هو يعدل الموقف وبيروح علشان يجيب تورتة عيد الميلاد علشان يفرح مراته. ولكن للاسف لما بيرجع بيلاقيها مشيت، وبيرن عليها لكنها بتكنسل وبتبعت له رسالة بتقول له فيها ان هي روحت البيت. وفعلا بتوصل سيون البيت وبتبعت رسالة تاني لجوزها ان هي وصلت ومستنياه. ولكن الباب في الوقت ده بيخبط، فبتقوم علشان تشوف مين اللي بيخبط على الباب، وبتخاف جدا لما بتشوف واحد شكله غبي واقف بره الباب وكمان بيحاول يفتح القفل. وعلى الناحية التانية بيكون هيونج مروح وبيلاقي عربيتين واقفين وسادين الشارع، وده طبعا بيكون من ضمن خطة الزعيم راكو. وبيفتح الحرامي الباب وبتجري سيونج على الأوضة علشان تتصل على هيونج، ولكنها للأسف ما بتلحقش لأن العصابة بتهجم عليها وبيخلوها تفقد الوعي. ولما بيخطفوا مراته الطريق بيتفتح تاني وبيكمل هيونج وبيروح البيت وبينادي على مراته ولكنه مش بيلاقيها.
وبيلاقي ان البيت في حالة فوضى، وبيطلع للشارع علشان يدور عليها ولكنها مفيش ليها اي اثر. تاني يوم بيكون في قسم الشرطة علشان يعمل محضر بالواقع، ولكن ما بيكونش فيه غير كاميرا واحدة اللي موجودة في المكان ومش جايبة صورة العربية اللي خطفت مراته. وبيحس هيونج باليأس وبيطلع بره القسم وبيقابل سمعة صاحبه، ولكن بيجيله اتصال في الوقت ده من الزعيم راكو وبيقول له انت لو عاوز مراتك ترجع لك تعالى قابلني، وكمان بيقول له ان العنوان سبتهولك على كارت هيبقى موجود على التلاجة. وبيرجع هيونج البيت بسرعة وبيلاقي العنوان واللي بيطلع محل اسماك قريب منهم، وبيروح على هناك بسرعة وبيروح يقعد على الترابيزة اللي محجوزة باسمه، وبيلاقي شنطة وتليفون ولكنه ما بيشغلش باله، وبيفضل مستني الراجل وسمعة صاحبه بيكون مستنيه في العربية بره. وبيعدي الوقت وبيرن التليفون اللي جنبه وبيطلع ان ده راكو وبيقول له سكة ودغري كده يا كينج احنا مراتك تلزمنا واعتبر نفسك بعتها والفلوس بتاعتها موجودة في الشنطة اللي قدامك. وبيفتح هيونج الشنطة وبيلاقي فيها فلوس كتير جدا، وبيشوف هيونج راكو وهو بيركب العربية وبينادي على سمعة علشان يمسكه، وفعلا بيطلع سمعة ورا منه وبيزنق عليه وبيوقفه هيونج ولكنه ما بيطلعش الراجل، وبيعتذر هيونج للراجل وبيمشي. وبيروح هيونج على اسم الشرطة وبيحكي لهم على اللي حصل وبيسلم لهم الفلوس، وطبعا الشرطة بتتحفظ على الفلوس دي علشان ترفع من عليها البصمات. وبيقول له المحقق اننا هنشوف الدنيا ونبقى نتصل بيك لما نوصل لحاجة جديدة. وبالليل بيتصل بيه صاحبه سمعة وبيقول له ان هو عارف واحد يعرف يرجع له مراته، ولكن الراجل ده عاوز فلوس كتير وبيلوم ان هو سلم الفلوس للشرطة. فبيروح هيونج للمدير بتاعه وهو متعصب جدا وعلشان خاطر عاوز ياخد الفلوس بتاعته كلها واللي المدير واكلها عليه، وبيقول له من غير سلام ولا كلام انا جاي هنا عاوز فلوسي. وبيستهزأ بالمدير وبيقول له اطلع بره يالا، وبيقوم الرجاله في الوقت ده علشان يشوفوا شغلهم، ولكن هيونج بيعمل معاهم الصح وبيخاف المدير وبيقول له ما كانش ليه لزوم اللي انت عملته يا هيونج، انا كنت بهزر معاك يا اخي والدنيا اخد وعطا، وقام عطيله الفلوس. وبيروح سمعة وهيونج للراجل اللي بيجيب الدب من ديله وبيقعد معاهم وبيطلب منهم فلوس مقابل ان خلال يوم واحد بس هيكون عارف مكان مراته. وبيطلع هيونج الفلوس وبيوصيه ان هو لازم يلاقي مراته، وبيقول له تشانج سيبها على الله، وبيمشوا من المكان. تاني يوم بينجح تشانج ان هو يجيب رقم العربية وبيروح على المعرض اللي كان بايع العربية وبيعمل نفسه ظابط وبيروح يجيب منه اسم الشخص اللي اشتراها من على الكمبيوتر. وبيروحوا هما التلاتة على عنوان الراجل صاحب العربية، ولكن بيلاقوا ان هو راجل عادي وان هو باع العربية دي من مدة لناس تانيين، وبيقول لهم على العنوان اللي هو باع لهم فيه العربية. وبيروح على المكان وبيفتح لهم راجل البوابة وبيدخلوا على بار تحت الارض وبيدخلوا على اوضه المدير وبتقعد معاهم واحده واللي بتكون مفكراهم ان هم جايين علشان يلعبوا قمار ويقضوا وقت حلو. ولكن اول ما بيقول لها هيونج ان هو عاوز يشوف مين صاحب العربيه بتطلب ليهم الست الحراس علشان يطلعوهم بره، ولكن تشانج بيتحمس وبيتصدر ليهم ولسه بيقول يا هادي ولكنه وقع على الارض من اول خبطه. وهنا بيتدخل هيونج في الموضوع وبيمسك العيال وبيفركشهم من بعض والمكان كله بيتقلب فوضى، وبتضطر الست هنا ان هي تسمع كلامهم خصوصا بعد ما سمعة ثبتها على الباب. وبتعترف الست ان هي باعت نمر العربية دي لناس ما تعرفهمش، وبتكون كسبت العربية دي في رهانات القمار وباعت النمر مقابل الفلوس، وان اي معلومات تاني هي ما تعرفهاش، ولكنها بتديله الكارت بتاع الراجل اللي اشترى العربية. وبيروح هيونج على المكان بتاع الكارت اللي معاه، ولكن وهو هناك بيشوف عربية سودة وبينزل منها مجموعة من البنات ومعاهم راجل شكله مش غريب عليه. وبيروح هيونج علشان يتأكد من الموضوع ويبص في العربية وفعلا بيلاقي كارت للمطعم شبه اللي كان معاه، وهنا بيتأكد ان الراجل ده تبع العصابة، فبيضطر ان هو يستنى صاحبنا لما يرجع. وفي الوقت ده بيفتكر شكل الراجل وبيكون هو نفس الشخص اللي كان موقف الشارع في اليوم اللي حصلت فيه الحادثة. وبيرجع الشخص يركب العربية وفي الوقت ده بيظهر له يونج وبيخبط له على الازاز، ولكن الراجل بيكون عارفه فبيقفل عليه العربية، ولان يونج صبره قليل فبيكسر ازاز العربية وبيفضل يرزع له. ولكن في النهاية الراجل بيخلع وقام قايل له سلام يا ابن العبيطة، وبيخرج يقعد مع صاحبه تشانج واللي بيقول له ان هو قدر يوصل لمعلومات عن زوج حصل معاه نفس اللي حصل مع هيونج، وبيقول له ان هم لازم يروحوا ويتقابلوا معاه يمكن نوصل لحاجة توصلنا لراكو. وفعلا بيروحوا يتقابلوا معاه، واول ما بيقعدوا بيقول لهم ممكن سيجارة يا برو علشان نحكي القصة من الاول. وبيقول له ان الموضوع بدأ بعد ما مراتي اتخطفت، والصراحة انا من كتر اخلاصي لام العيال اتحولت لترند في الصحف والمجلات
الغلاب، والموضوع ده كان بيفتح عيون السلطات على عصابة راكو، وكان لازم راكو في الوقت ده يكون ليه رد فعل، وبيخطفنا انا كمان وبيعرض عليا فلوس كتير جدا، وقال لي اسند ظهرك وارتاح علشان مفرغش فيك السلاح واقعد ساكت. وبالفعل انا خدت الفلوس بتاعته وسكت. وبينزل هيونج وبيكون معاه ملف القضية بتاعت الراجل، وبيكتشف ان الكارت اللي معاه بيكون نفس الكارت اللي موجود في الملف بتاع الراجل. وفجأة بتقع جثة الراجل والراجل بيكون انتحر. وبيروح يونج لمقر الشركة وبيستقبله المندوب، ولكن يونج بيقول له انا شفتك قبل كده فين يا زميلي؟ فالراجل بيقول له انت بتنزل المساكن يا صاحبي؟ فبيقوم يونج وبيقفل الباب وبيفكر الراجل بالموقف اللي جمعهم، ولان يونج بيكون دايما مستعجل وما بيعملش اشتراك في القناة، فبيثبت الراجل بالترابيزة علشان يعترف على مكانة شانج. ولما ما بيلاقيش معاه فايدة بيسحبه من قفاه وبياخده معاه. والفيديو ده بيوصل للزعيم راكو، وبياخده يونج للبيت ده طبعا بعد ما عطاله اللي فيه النصيب وعلقه في السقف. وبعد ما بينزله بيرن تليفون الراجل، فبيرد هيونج وبيلاقيه الزعيم راكو. فبيقول له الزعيم راكو افتح الكاميرا علشان ام العيال عاوزه تشوفك. وبيقول ليونج الجثه اللي عندك دي خلص عليها دلوقتي حالا على اللايف، والا انا اللي هخلص على مراتك ونشوف مين فينا الاسرع. وبيضطر هيونج في الوقت ده ان هو يقتل الراجل علشان ينقذ مراته. وبعدها بيقول له راكو هات الفلوس بتاعتي بقى وتعال خد مراتك. وبيقفل راكو معاه، وبيكون صحابه خايفين لان هيونج قتل بني ادم، ولكن هيونج بيكون عامل خدعه خلت الراجل يفقد الوعي بشكل مؤقت، وبيفوق بمجرد ما ينجرح في دماغه. وبعد ما بيفوق الراجل بيعترف لهم ان المنظمه دي بيخطفوا البنات الجميله وبيتاجروا بيهم لرجال الاعمال في كوريا ومن خارج كوريا كمان. وبيقعد يونج مع صحابه بيقول لهم احنا في ورطه يا رجاله، والراجل دلوقتي عاوز فلوسه، والفلوس دلوقتي في اسم الشرطه، فالخطه هتكون كالاتي. وبنشوفهم وهم مأجرين عربيه شرطه وبيعملوا نفسهم من مكتب المدعي العام، وبيدخلوا على قسم الادله، وهيونج بيكون مستنيهم بره في العربيه، وبيرحب بيهم الموظف وبيطلع عليهم شنطه الفلوس. ولكن قبل ما يمشوا بيقول لهم الموظف ان هو لازم يتصل بالضابط، وبيحس الموظف في الوقت ده ان هم نصابين، وبيبلغ الضابط ان هو يجي فورا. وبيقلق هيونج وهو بيشوف الضابط رايح ليهم، وبيجي على دماغه فكره عبقريه، وبيروح يولع في عربيه الضابط علشان صحابه يخرجوا. وبالفعل بيقدروا صحابه ان هم يخرجوا من المكتب بالفلوس، وبياخدهم هيونج في العربيه وبيهربوا من المكان. وبتكون سيون في الوقت ده محجوزه مع واحده صاحبتها، وفجاه بتفكر في الهروب، وبتروح تشيل الستاره اللي على الشباك وبتحاول ان هي تفك الحديد، وبتساعدها صاحبتها وبتجيب لها كرسي تطلع عليه، وفعلا بتعمل فتحه في الحديد وبتخرج منها. ولكنها بمجرد ما بتخرج بيجي الحارس وما بتقدرش صاحبتها ان هي تخرج، وبتهرب سيون وبتخرج للشارع وبتوقف اول عربيه تقابلها، وقالت له لو سمحت يا كابتن وديني اسم الشرطه وشغل لنا التكييف. وبتكمل سيون لحد الطريق ما بيكون زحمه، وبتنزل من العربيه وبتطلع تجري على اسم الشرطه، بس فجاه بيظهر راكو وبيخطفها في العربيه من قدام اسم الشرطه. وفي الوقت ده بيوصل هيونج للمستودع القديم بتاع البنات، وبيكسر البوابه الحديد وبيدخل المبنى. وبتكون العصابه في الوقت ده بيهربوا البنات بره، وبيخش المعلم هيونج وبيضرب اي حد في طريقه لحد ما بيدخل على اوضه المدير وبيكسر الباب بايديه. ولان هيونج بيكون دايما مستعجل وما بيعملش اشتراك في القناه فبينزل فوق منهم ضرب. وفي الوقت ده بيكون صحابه وصلوا لمكان البنات وبيضربوا الحراس، وبيسالوا البنات لو فيهم واحده اسمها سيون. وبنرجع لهيونج مره تاني وهو مخلص على الرجاله، وبياخد عربيته وبيخرج من المكان، ولكنه بيقابل عربيه في وشه وبيفضل يدقق فيه لحد ما بيلاقيه راكو، وعلى طول بيقوم دايس بنزين وبتحصل بينهم علاقة مطاردة خلفية. وبيعدل نفسه وبيجري قدام راكو علشان يوقفه، ولكن في النهاية بيخبطوا العربيتين في بعض وبيطير هيونج في رحلة جوية. وبينزل راكو وهو غضبان جدا، وكمان بيكون واخد بلطة علشان يخلص على هيونج. وهيونج في الوقت ده بيستخبى منه، ولان هيونج دايما صبره قليل فقام سحب راكو وعمل معاه الدنيئة في العربية، وكالعادة قام رفس الراجل وطلعه بره بربيز العربية خالص. وفي النهاية بيقدر هيونج ان هو ينقذ مراته، وبيقعدوا على الرصيف علشان يستنوا الشرطة تقبض على راكو. والدرس المستفاد من الفيلم انك ما تخليش مراتك تنزل تتعارك في الشارع مع راكو، ولانك دايما مستعجل فاكيد ما عملتش اشتراك في القناة.